السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. الصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. النهارده رابع يوم العيد ولا رابع يوم العيد. النهارده السبت، رابع يوم العيد. جاي لي ناس على الغدا، فقلت ايه اطلع ريش. ادي ريش هتبلها. طبعا انا بتبلها كده بالليل عشان اصحى الصبح احطها. يعني احنا النهارده تالت يوم العيد، بس امتى؟ بالليل. بكره ان شاء الله الناس جايين لي ربع يوم العيد. اوكي. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود الايام علينا بخير يا رب. قلت اتبلها طبعا برضه عشان ايه تشرب التتبيله بتاعتها كده وتصحى اصحى الصبح ان شاء الله احطها في الفرن بالفويل برضه، بتبقى ايه فل، بتبقى زبده كده. تمام. ادي عندي هنا. انا عشان هعمل كفته كمان، فرحت ضربت في الكبه كميه بصل كده حلوه محترمه. اخدت منها الميه وشويه من البصل صغيرين. تمام. وحطيت عليهم قطايه برضو وايه واربع فصوص توم كده. ضربت كل ده في الخلاط، قصدي في الكبه، سوري. تمام. دلوقتي هنحط ايه بقى؟ نحط التوابل. ماشي. اول حاجه نحط ايه؟ الملح. وبعدين حبهان وورق لورا مطحونين. حبهان وورق لورا مطحونين. تمام اهو. وبعدين فلفل اسود. فلفل اسود. وبعدين بابريكا. بابريكا وسماق بسيط كده برضو، شوية سماق تديها مزازة حلوة كده. وتوم بودر، بصل بودر. وبعدين ادي توابل الشوي برضو، لازم نحط توابل الشوي. دي معلقة توابل شوي. توابل الشوي على فكرة بتختلف من عطار لعطار، كل واحد بيعملها على حسب مزاجه بقى. وبعدين هحط ايه؟ صويا صوص. صويا صوص حطي معلقتين 3 كده تخلي طعمها حلو. بس كده خلاص. ونحط معلقة خل خفيفة كده، منكترش، معلقة صغيرة بس. اهي. تمام كده. بس كده نقلب بقى التتبيلة الحلوة دي كده كلها مع بعضها. شايفين بقت عاملة ازاي؟ تتبيلة ريحتها تحفة، عايزة تاكليها كده ولا بتحطيها على اي حاجة. خلاص. نحطها بقى على ايه؟ على اللحمة كده، على الريش. شايفين؟ بصراحة جايبة اللحمة اللي أنا عملتها إن شاء الله الحمد لله، يعني اللي هي الفخدة اللي كلوها بالهنا والشفا. بصراحة كانت لوز والله، وما خدتش سوا معايا. بصراحة اللحمة السنة دي تحفة تحفة. حتى الولاد بيقولوا احنا ملاحظين يعني ان اللحمة جميلة قوي السنة دي. قلت لهم عشان غالية. عشان غلوها. شوف بتبلها من ناحيتين يا جماعة، تبليها كده من ناحيتين، تقعد بقى طول الليل بالتتبيلة دي، تبقى ايه فلة كده، فلة ما تاخدش سوا. الشاوي ساعات بينشف الحاجة وما بتسويهاش كويس، فتبقى ايه طعمها مش شاطرة شاطرة. الشاوي ساعات ينشف الحاجة، تحسي كده انك ايه ملهاش طعم، يعني ايه بيخلي طعم الحاجة او حلاوتها تروح. لكن بصراحة الفرن بتحطيه في صينية كده فويل وتغطيها بفويل وتسويها في الفرن، يا على الطعم والجمال والحلاوة، بتبقى حاجة خرافة والله. يعني انا بصراحة من ساعة ما جربت الطريقة دي بطلت اشوي. كنت الاول بشوي على الشواية بره والولاد عشان يهيصوا وبتاع، لا قلت لا، احلى حاجة الفرن، ولا تعب ولا اي حاجة خالص. وبتطلع مشوية على فكرة، انا وريتكم الفخدة
يعني بتطلع مشويه زي كانك عاملاها على الشوايه، يعني مشوي. بصراحه حلوه قوي، ما تحطيش فيها ميه خالص ولا اي حاجه. تمام كده يا جماعه. وعامله ايه كفته، وهنعمل مع بعض صينيه رقاق ان شاء الله. هنعصج اللحمه الصبح بقى ان شاء الله، نعصج اللحمه مع بعض عشان نستعد لصينيه الرقاق دي بقى كده. اغطيها واحطها في التلاجة لغايه الصبح ان شاء الله، ونروح ايه حاطين احطها لها فويل، البسها فويل وادخلها خلاص. وانا كنت شايله حته من الفخده برضو هحطها معاها عشان يستوي كله سوا مع بعض. خلاص كده شايفين التتبيله روعه وريحتها والله جميله جدا. تمام، يلا ان شاء الله نتقابل الصبح باذن الله. يلا سلام عليكم. ايوه يا حبايبي، دلوقتي انا الكفته اهي خلاص تبلتها زي نفس الكفته اللي انا عملتها اول يوم العيد. تمام، اهي برضو عملتها بصل مش ميه البصل، التفل بتاع البصل، وحطيت عليها بقى التوابل وطماطمايه برضو ضربتها كلهم مع بعض. ماشي ماشي. بعد كده التوابل ملح فلفل توم باودر بصل باودر، ايه تاني، بابريكا، وايه تاني، واللي هي الشاوي، بهارات الشاوي. تمام، كل التوابل برضو انا حطيتها. ماشي، حطيت عليها، قول معايا، في ايه تاني انا حطيته، يعني كل التوابل اللي انا حطيتها على التتبيله برضو بتاعت اللي هي الريش، حطيتها برضو على هنا. تمام، وبحطيت عليها بقى بقدونس، حزمه بقدونس كده، خدت الورق الاخضر الجزء الاخضر ده وقطعته صغير وحطيته. تمام كده، وقلبتها كويس، وزي ما قلت لكم قبل كده ان لازم بتتاخد في الكبه لفه. ليه؟ علشان تبقى متماسكه كده. شايفين متماسكه ازاي؟ شايفين متماسكه ازاي؟ ما تفكش حتى لو عملتيها على السيخ على الشوايه، على اللي هي الفحم يعني، ما تفكش منك خلاص، ولا تقعش من السيخ ولا اي حاجه خالص. تمام كده، لازم تاخديها لفه في الكبه عشان تفتت الانسجه بتاعتها وتتماسك كده، تبقى متماسكه. شايفه متماسكه ازاي؟ شايفه متماسكه ازاي؟ تمام كده، تمام. خلاص، يبقى هحط دلوقتي في الفرن، هولع الفرن، هحط وهعمل برضو منها دي الكفته دي، هعمل منها جزء كفته عاديه خالص وجزء برضو بالطرب. تمام، وهحط دلوقتي في الفرن الريش وجزء من الفخده انا كنت شايلاه علشان ايه، اعزم الناس النهارده عليه. تمام، يلا هرجع لكم تاني. ايوه يا حبايبي، انا بعصج اللحمه اهي خلاص، حطيت البصل ومعاه انا حطيت الثوم وايه واللحمه. تمام، تحطي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، السمنه. بعصج اللحمه علشان ايه احطها في الرقاق. تمام كده، نحط بقى ايه، نحط لها الملح، فلفل، حبهان ورق لورا مطحونين، نحط بابريكا، دي بابريكا مدخنه يا جماعه. احط يعني نص معلقه صغيره كده كزبره. ما فيش زيت زعتر؟ زيت زعتر؟ لا بس الحته دي مش مشكله. ايه، خلاص بعد ما حطينا التوابل دي كلها نقلب بقى كده تقليبه حلوه، نقلب تقليبه حلوه كده. تمام، الله على ريحتها خطيره، ريحتها جميله قوي. تمام كده، هنحط لها شويه بقدونس بس شويه كده، لما الاقيها استوت احط لها شويه بقدونس. خلاص،
حط لها نص كوبايه ميه عشان اخليها تستوي. خلاص. وانا عندي شوربه في الثلاجه، طلعها نسخنها عشان نعمل الرقاق بقى. خلاص الفرن انا حطيت فيه الحاجه كلها، خلاص الصواني. لسه الكفته بقى عايزه اصبعها برضه. خلاص شويه كده واحط البقدونس قبل ما اطفي. تمام، قبل ما اطفي احط البقدونس. خلاص وشويه وهرجع لكم تاني. ايوه يا حبايبي، دلوقتي هنعمل مع بعض الطرب. انا عملته معاكم اول يوم، هعمله دلوقتي تاني علشان ايه اللي ما شافوش اول يوم يشوفوا دلوقتي. دي اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه اللي انا عملتها كفته عادي جدا، ماشي. نفس اللحمه اللي انا عملت بيها الكفته العاديه. وده المنديل اهو بتاع الخروف، ماشي. بتجيبيه بقى وتقطعيه كده زي ما انت عايزه، الحجم اللي انت عايزاه اهو. تمام اهو. تقطعيه تفصليه كده كأنك بتفصلي حاجه اهو، شايفين؟ استنى عشان ايوه اهو، شايفين؟ يعني كده اهو. هوريك دلوقتي وانا بلفه. يا جماعه في حته اهي كمان. دي الحته المكلكعه دي ممكن تعمليها، وممكن ايه تخليها بتحطيها في اي حاجه وانت بتطبخي اهو. بس كده حلو قوي. بنعمل ايه بقى اهو؟ بناخد ادي حته كده اهي اهي، تمام. تاخدي حته كده من الكفته، تروحي عامله كده عامله كده اهي. خلاص وهنرصها في الصينيه كده، وتحس تخلي الجزء المفتوح اللي هو ده اخر حته دي، ها، اخر قطعه دي، شايفين؟ تخليها تحت في ارضيه الصينيه كده وانت بترصي عشان ما تفتحش معاكي. تمام كده. اهو تمام كده يا جماعه اهو. خلاص
هتبص تلاقي اللي هي القفله دي ساحت ومسكت، خلاص عمره ما يفتح معاكي. بس وتسيبيه بقى لغايه ما يستوي ويلون، هتلاقيه لون بقى. بعد ما يستوي هتلاقيه بقى لونه محمر كده، بقى عامل زي يكون مشوي بالظبط، بيبقى طعمه خطير. تمام. يلا ايوه يا حبايبي، تعالوا مع بعض نعمل ايه بقى دلوقتي. نعمل بابا غنوج جنب الاكل طبعا، كده حاجه تبقى تبلع الاكل كده ويبقى ايه جميل. مع ان الاكل مش محتاج تبريد بصراحه، بس برضو ايه، احنا بنحب دايما يبقى في زي ايه اي حاجه، حوادق، مخللات بتاع كده. في طبعا المشاوي بتحب سلطه الطحينه، بتحب بابا غنوج. فاحنا هنعمل دلوقتي بابا غنوج. انا كان في بتنجان رومي حطيته في الفرن، شويته وبعد كده قشرته وحطيته في الكبه. حطيت عليه 6 فصوص توم، ادي التوم اهو، حطيت عليه 6 فصوص توم. وادي زبادي، حطيت عليه كوبايه زبادي. حطيت عليه اهو دولت ليمونتين، عصرت ليمونتين. تمام. نحط عليهم برضو بتاع معلقتين خل. نحط عليهم ملح، مش عايزه اكتر الملح، لو عوزنا تاني نبقى نحط عليهم طحينه بتاع نص كوبايه طحينه كده. لو عايز تاني نحط، وهنضرب دول. وكمون، نحط كمون. ونضرب بقى الخلطة الجميلة دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. فظيعة. حطها بقى هنا كده، حطها هنا، وبعدين ايه نشوفها ناقصة ايه، نشوفها ناقصة ايه ونعمل. شايفين يا جماعة؟ انا عايزة هضرب في دول، شايفين عامل ازاي؟ طعمه رهيب. هنحط لها شوية زيت على الوش دلوقتي. عايز برضو ليمون تاني، خل. بصراحة طعمها فظيع. ايه الطعم ده؟ انا بقى بصوا هديت هعمل عليها ايه، هطحن عليها. عشان ايه؟ الاول انا هشيل هنا من دول، هشيل شويه كده صغيرين عشان في اطفال هياكلوا، فمش عايزه عشان ما احطش عليها حامي. اصل انا هحط دلوقتي فلفل حامي. ماشي، دول خليهم كده عشان الاطفال. ماشي، هنحط بقى فلفل حامي هنا. ثواني بقى كده. بس كده كفايه. احط ملح بسيط قوي عشان الفلفل ده، عشان الفلفل.
كمان فصين توم، عايزه اخلي التوم طعمه باين فيها عشان هي تبقى حلوه. ادي كمان ايه يا جماعه اهو 4 فصوص توم ولا 5 فصوص توم كمان. بس كده حلو أوي. شوية بابا غنوج بصراحة رهيبة. دي كتيرة ماشي بس كده. احط عليها بقى شوية زيت. بقت ايه فظيعة. ايه رأيكم؟ حاجة محترمة خالص. ندوقها بقى. انا ما بحبش الحامي قوي بس ايه هدوق كده. حلوة. الشطة ايه بقى فلفل. خلاص ادي بابا غنوج عملناها وتحفة جدا وفظيعة فظيعة فظيعة. خلاص لسه هنقدمها بقى، احطها في طبق التقديم بس ايه اخلص الاكل. ماشي يلا سلام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ايوه يا حبايبي استني بس الاذان يخلص. ايوه يا حبايبي دلوقتي هنعمل مع بعض الرقاق. تمام انا جبت الصينيه حطيت فيها معلقه سمنه في الارضيه ودي شوربه. تمام لازم تسخنيها وبتجيب الرقاق بتسقيه. طبعا بتسقيه كده اهو، لازم تسقيه كده تبليه اهو. تمام كده من الوش والظهر لازم الاتنين. سخنة شوربة سخنة بس كده. خلاص هنرص بس كده. تمام كده حطي بقى 5 وحدات 6 وحدات زي ما انت عايزه.
لازم نبلها كده يا جماعه وش وظهر. تمام. ونجيب الرقاق اللي يستحمل الميه السخنه، لان في رقاق مجرد ما بتحطش عليه الميه، او قصدي الشوربه سوري، بتبص تلاقيه باش منك. لازم تجيبي نوعيه رقاق حلوه. تمام كده. نحط كمان تمام. نحط كمان كده. ماشي كده. اهم حاجه رصه الصينيه، ترصيها صح، ترصيها كويس كده وتنظميها كده. ماشي بس كده. حلو قوي كده. احط بقى ايه؟ اللحمه المفرومه. ازاي بقى اللحمه المفرومه؟ بس ما تخليهاش تيجي على الحرف قوي، عشان ايه؟ ما تقعش منك وانت بتقلبي الصينيه، او ما تتحرقش منك. ايه رايكم بقى؟ بعد كده نبتدي نحط تاني، نبل تاني ونحط الرقات التانية. بس كده. تمام. احط تاني ايه؟ رقات تاني. بس كده. بس عليها كده عشان ايه كلها تمسك في بعضها. تمام. كمان بقى
استوى ده؟ ايه؟ استوى؟ لا لسه. بقى ايه الصينيه؟ تمام، انا حطيتها كده على النار اهي، ولعت العين الصغيره. لا يا بابا يقع على الجنب. روح عند ماما، روح عند ماما، روح عند ماما حبيبي. يلا روحي عند ماما، يلا شاطره شاطره، يلا روح عند ماما. تمام، هنعمل ايه بقى؟ كيك. روح عند ماما. يلا يا يوسف تعالى. تمام، والسمنه بقى ناخد سمنه. ها، انا بحب اعمل ايه؟ اجيب بقى الصينيه كده على الحرف، يعني كده، خلي النار على حرف الصينيه، وايه، واجيب سمنه وداير ما يدور بقى، اسوي كده. تمام. قلنا اول وش دايما بياخد سمنه اكتر، لكن بعد ما بنقلبها ما بتاخدش سمنه كتير. وعلى العين التانية بسوي الطرب. ماشي. لما احس ان هي احمرت بيبان ان الجزء كده الحراف بتاعت الرقاق بتبقى لونها بامبا روز كده، فتعرفي ان هي تحت احمرت، تقومي مدوره الصينيه وجايبه حته تانيه. تمام. هو ثانيه ياخد ايه، وقع خلي بالك. مش كله، دي الصغيرة دي شيء من غير شطة. ما بعملها من غير شطة، ما حدش بياكلها، لازم تتعمل من شطشطة. ايوه لازم، ده شطه حسب اللون وحسب اللون. انا هتوقع الكاميرا. خلاص اهو، خلاص اهو. لا اخر حاجة هي الرقاق اهو، بعمل رقاق. حلو.
اظن انا سويتها معاكم كلها اهي خالص، اللي هي الطبقه الاولانيه. خلاص كده احطها بقى في النص شويه. خلصت الحراف خلاص اهو. شايفين اكيد باينه في الكاميرا ان هي اهي. شايفين الحراف كلها بقت محمره ازاي؟ يبقى كده احمرت من تحت. خلاص عشان شويه وهقلبها خلاص. شايفين بتتحرك ازاي في الصينيه؟ سايبه الصينيه مش لازقه. تمام. يبقى لازم نحط معلقه سمنه تحت قبل ما نعمل اي حاجه خالص. الصينيه تكون ناشفه ونحط معلقه سمنه. هقفل بقى كده دلوقتي عشان ايه؟ هقلبها بقى الناحيه التانيه. احضر غطا الحله اللي انا هقلب عليه. تمام. ثواني كده كل حاجه هعملها قصاد غطا الحله اهو. شايفين ادي غطا الحله اللي هقلب عليه. وهعمل ايه بقى؟ واجيب دلوقتي احط دي كده. بصوا يا جماعه، عندك ورق فويل ماشي، ما عندكيش ممكن كيس، عندك كيس نايلون جيف. ها كيس لو الشنط اللي هي انت بتجيبي فيها الخضار او بتجيبي فيها حاجه من السوبر ماركت بس تكون نظيفه يعني، او انت شاريه شنط وخليها عندك كده. تمام. او ورق فويل زي ما انت عايزه. هي حاطه كده. تمام. ونقلب بقى. ثواني حته تكون معاكي كده، حته تخينه عشان ما تتلسعيش. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ونقلب كده. اظن يعني مفيش اسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى حاجه تانيه ولا ممكن يجي اهو. اظن يعني معلش زحلقت مني. اظن بقى كده قدامكم كل حاجه اهي. مع ايه؟ ما عملتش حاجه بايه؟ بعيد عن الكاميرا اهي. شايفين الصينيه عامله ازاي؟ ولا كاني عملت فيها حاجه. خلاص. ثواني بقى كده امسحها بس بمنديل. عشان لو في فتافيت او في اي حاجه بتروح. اهي يا جماعه خلاص نرجعها بقى. اهي نحط الصينيه كده. وقبل ما ارجعها برضو لازم احط معلقه سمنه او معلقتين عشان الدنيا حر والسمنه سايحه خالص. نوزعها كده على الصينيه. نوزعها كده على الصينيه بس كده خلاص. وانزل بقى ايه السلطه دي. اظن يعني ايه رايكم بقى؟ صينيه رقاق زي الفل بتاع الزحلقتين كده. والله نشغل بوتاجاز تاني عشان اعمل الناحيه التانيه. اظن يا جماعه مفيش اسهل من كده. خلاص نعمل فيها ايه الناحيه التانيه. الله في ايه؟ خليكي بقى ثابته كده. فين انت؟ مش عارفه المكان بتاعها فين. ايوه كده بس كده. خلاص كده نعمل بقى الناحيه التانيه. اظن مفيش اسهل من كده اهو. كل حاجه وريتها لكم، ما فصلتش الكاميرا خالص. خلاص عشان ايه تشوفوا كل حاجه. شوفوا الطرب بقى الاخر. ايه رايكم بقى؟ صينيه رقاق يعني ما شاء الله. الهنا والشفا للي ياكل.
كل سنة وانتم طيبين يا رب، يقعد الأيام عليكم بخير جميعا يا رب، وعلى أولادكم تفرحوا بيهم دايما يا رب. إن شاء الله السنة الجاية كده جميعا نكون على عرفات يا رب بإذن الله، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. أيوة ايوه حبايبي، خلاص انا خلصت الاكل. ادي صينيه الرقاق زي يعني شكلها رائع رائع، وادي الريش، وادي حته الفخده اللي انا قلت لك عليها كنت شايلاها لوحده كده تمام، وادي الكفته والطرب. دي سلطه البابا غنوج اللي انا عملتها. ايه رايكم بقى؟ اكل بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا. يلا تعالوا تغدوا معانا بقى. يلا كل سنة وانتم طيبين يا رب، يعود الأيام علينا بخير جميعا إن شاء الله، وجميعا إن شاء الله نكون على عرفات، ربنا يكتبها لنا يا رب السنة الجاية بإذن الله. يلا سلام عليكم، ما تنسوش اللايك يا حبايبي.